السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. صباح الفل عليكم يا شباب. النهارده صاحيين بدري، عندنا اوردر كده سريع. في حد محتاج حمام زغاليل، فبالمرة قلت اعمل لكم حلقة عن الاسعار وعن متوسط الاحجام والاسعار بتاعت الحمام. تمام. فعلى بركة الله نبدأ الحلقة. يعني مثلا يا جماعة، جوز الحمام دلوقتي زي ما احنا عارفين ان هو سعر رفع. يعني جوز زي كده مثلا، حاجة زي كده. تمام. طبعا الكاميرا مش مبينة الحجم. تمام. يعني جوز الحمام دلوقتي أقل سعر جوز حمام بيلعب له في 120 جنيه 150 جنيه حسب المستوى وحسب الحجم. طبعا الحمامة في الإيد برضو غير على الطبيعة كده. تمام. أدي دلوقتي ده جوز. يعني ده ممكن هبيعه مثلا ب130. تمام. طبعا الاهالي هم مجمعين القش عشان خاطر يحضروا البطن اللي بعديها. تمام. اللهم صل على النبي. برضو في مثلا جوز كمان زي دوت. الجوز ده يا جماعه ده مراسله، بس انا هذبحه، يعني انا هبيعه ان هو لحم. تمام. ده لو مراسله اللي هو كليزر، يعني الذكر مراسله والنتايه كليزرات. لو هبيعه كسلاله هبيعه مثلا ب 200 جنيه، في الرينج ده. انما ده هيتباع لحم. تمام. فحجمه يعني ضعيف شويه، مش ضعيف يعني، حجمه بحكم ان هو مراسله، مش بلدي تقيل. فدوت يعمل له مثلا برضه في رينج 130 جنيه. دي النتايه وده الذكر. تمام. ودي برضه حمامه راقده. تمام. بسم الله. مثلا جوز زي كده برضه، هو ده برضه في جوز موجود هنا. في مثلا جوز زي كده، يعني بلدي برضه. تمام. دي النتايه تقريبا، ده الذكر برضه في نفس الرينج. هيعمل له برضه 130 جنيه، ما يقلش عن كده. وزي ما انتم شايفين يا جماعه، عشان تقطف الزغليل لازم الريش يكتمل لتحت الجناح. ده كده انسب وقت ان انت تقطف فيه زغليل، ده انسب عمر. تمام. في برضه قص كمان هنا. اللهم صل وسلم وبارك. بسم الله. يعني جوز زي كده برضه، ده مثلا الذكر، يعني حجمه محترم شويه. الجوز ده محترم شويه، ده ما يقلش عن 150 جنيه. تمام. طبعا النتاية دي زاجل، يعني طالعة لوحديها، دي مش للبيع، يعني الزاجل ده مش للبيع لحم، بس انا كنت محضنها مع الايه، مع الفرد ده، لابسه دبله كده تمام. دي مش للبيع، مش هتتباع يعني. ويطلع ذكر يعني تقريبا كده، يطلع ذكر من شكله كده. وده الفرد برضه يطلع ذكر. ده يا جماعة أنسب وقت تقطف فيه الزغليل العمر ده. ده ما شاء الله فرد محترم، صحة، الزغلول بيتنطط في ايديك، حصانة مليانة. ده ما يقلش عن 150 جنيه ل170 جنيه، على حسب برضو يعني انت مثلا بتبيعهم ايه ازاي. يعني انا برضو ببيع لقرايبي وزمايلي، فاما مش عادي يعني، بالحب كده. برضو جوز كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم. اللهم صل على النبي. برضو فرد تقيل. تمام. الحصلة مليانة ما شاء الله، كلين ما شاء الله. الحصانة ممتلئة على الآخر زي ما انتوا شايفين. هحطلكوا هنا كده عشان يبان حتى. تمام. ده برضو أنسب وقت للبيع، تلاقي الريش كده مكتمل. تمام. وبالنسبة للشكل الفرد دوت يا جماعة، أنا كنت مدي جرعة ديدان، فعادي طبيعي إن هو الديدان بتحرق الريش بتاعت الزغاليل. هو كده كده هيتذبح، فمش عادي، مفيش أي مشكلة. أهم حاجة ما شاء الله حجمه كويس جدا، تقيل في إيدي. تمام. لو الميزان موجود أنا هوزن لكم الفرد ما شاء الله، فرد محترم. بسم الله ما شاء الله. تمام. برضو نعتذر عشان المكان برضو مش نضيف. انا المفروض ان انا انضف النهارده، انا اجازة النهارده، فانا هبدأ انضف للحمام النهارده. ف
انا ما بسيبهاش كده، بس بحكم الصيام وبحكم رمضان مش قادر اطلع انضف، بس لازم بقى اطلع انضف. بقالي صراحه 10 ايام ما جيتش جنب الاوضه من اول رمضان، وقت ضيق، فهطلع النهارده انضف بامر الله. يجوز راقد دول اول مره يبيضوا، تلاقي حجم البيضايه صغير، حجمها صغير. محدش يا جماعه يمسك البيض، محدش يعمل زيي، انا عارف يعني بحكم الخبره، عارف بعمل ايه وعارف بمسك ازاي، فما انصحش حد يعمل زيي ودي يمسك في البيض. انا بمسك بس كده بطمن على حاجه، مش متابعه بس. ده جوز برضه زغليل، ده السلالة لسه صغير، ده لسه عاوز له لسه كمان اسبوع ولا حاجه. بسم الله ما شاء الله، لسه ده اسبوع 10 ايام. الذكر ده النتايه. وزي ما احنا قلنا يا جماعه بندي لكل قص عينين او 3، والجوز ده كان هنا، بس انا مدي فرصه للطاجن ده للفخاره دي تنشف، ونقلتهم في الايه، في الفخاره اللي هي ناشفه نسبيا، عشان برضه احافظ على نظافه الزغلول. ودي جوز كمان راقد زاجل بلاك، تمام. في انتايه لاحم، انتايه لاحم فرنسي راقده. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. النتايه دي يا جماعه قعدت فتره حوالي شهرين مريحه وعادي، مفيش مشكلة، وما زعلتش وعادي، وصبرت عليها لحد ما باضت، تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا المفروض ان في قص بايض، ذكر واقف اهو، ذكر بالمقفول برضه، ذكر محترم. واللي واقف ورا ده يا جماعة ابنه، يعني اللي بيزوم ده ذكر ابنه اللي هو بيطير ده، اللي هما بيتخانقوا مع بعض دوت، ده الذكر الاب، تمام. واللي ورا ده ابنه، تمام. والذكر ده هنا ايه، العين بتاعته اهيت، ومحص هنا حصويتين، بس هو خايف، تمام. بس يا جماعه فتلخيص الحوار يعني الفيديو السريع دوت، ان اسعار الحمام في رمضان اقل جوز حمام الصغير جدا ما بيقلش عن 120 جنيه 130 جنيه، تمام. الجوز الكويس 150 160، تمام. وزي ما اتفقنا ان الحمام ملوش بورصه، يعني اجتهادي، يعني انت وبتقيم حاجتك وعارف حمامك ايه وعارف ظروفك ايه. وهي في الاول في الاخر العمليه احنا بنبيع عشان خاطر نجيب كلفه، يعني هي العمليه ان الحمام بيصرف على نفسه، تمام. بس يعني احنا على قد ما تقدر كمربي انت ما تصرفش على الحمام، لا يا باشا، خلي الحمام يصرف على نفسه. افترضنا مثلا هتبيع قص 2 3 4 500 جنيه ب 700 جنيه، بتجيب بتمنهم كلفه. انا بعمل كده، شكارة كلفه، شكارتين كلفه، يقعدوا معايا 40 يوم، يقعدوا معايا شهرين، على ما يطلعوا البطن اللي بعديها يكون الكلفه خلصت، مفيش مشكله. تقول لي انت تستفيد ايه؟ اقول لك بستفيد ان انا مثلا لو انا عندي 10 قصوص، فممكن 5 6 قصوص يعني بثمنهم اجيب الكلفه، يبقى انا استفدت الاربع قصوص التانيين او 5 قصوص التانيين، ان انا بقدر مثلا ايه ابيعهم او اقدر اذبحهم او اقدر يعني على حسب بقى الدنيا ايه. ويكفي ان انا العمليه كلها في الاول في الاخر هوايه، انا بتسلى، وفي نفس الوقت الحمام مش مكلفني حاجه. في نهايه الحلقه ما تنسوناش في اللايك، وكل سنه وحضراتكم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.